مالك يا صفا بتفكر في ايه؟ بصراحه كده انا حاسس ان العربيه دي فيها حاجه غلط. اصل ان عربيه تعجبني كشاب اللي هو ممكن اشتريها عادي وتكون اس يو في دي حاجه غريبه، وان يكون سعرها بيبدا من تحت المليون جنيه دي حاجه اغرب. عشان كده تعالوا نتفرج على الجيل الكوري دي عشان هي حقيقي عربيه مميزه. مبدئيا كده العربيه بتدينا كشباب الحاجات الصغيره اللي احنا بنحبها دي، الحاجات التافهه زي الجنوط السوداء والكاليبرز الحمراء، السبويلر الكبير والفتحات الحقيقيه، فهم فاهمين دماغنا. بس كما قال ابراهيم محسن، شكل من غير اداء زي دخان من غير كفته. والحمد لله العربيه دي فيها كل حاجه، فيها دخان وكفته وكل اللي نفسك فيه. 1500 سي سي التربو بيطلع 172 حصان و290 تورك مع فتيس دبل كلاتش 7 سرعات. ارقام حلوه، بس انا الصراحه ما بعتمدش ارقام، انا ليا بالواقع. والواقع بقى ان هي عربيه سريعه جدا وعلى طول سخنانه كده، ما بتصدق تديها سبورت وتدوس. وعجبني فيها قوي ان هي عربيه نشيطه من سرعات قليله. كتير من العربيات الصيني بتبقى سريعه بس بتجمع متاخر، انما دي نشيطه قوي. وفيها لونش كنترول عشان لو طلع دراج الطلعه ما تتسرقش منك. عفشتها متوسطه تميل للنعوميه، وفراملها كويسه كمان. ويمكن اكتر حاجه فاجئتني هو تقفيل العربيه دي والخامات، لان برغم ان هي تجميع محلي الا ان خاماتها سواء التابلو او الكراسي هايله. والاهم من ده كله ان عزلها محترم برضه، وده مش من فراغ. العربيه دي بتتجمع في مصنع بي ام دبليو في مصر، محلي عن محلي يفرق برضه. ومن جوه روشه، دركسيون تخين كده مالي مركز، وديجيتال ديسبلاي، شاشه فيها ابل كار بلاي، وايرلس شارجر، امبيانت لايتس هاديه كده وشيك، الكرسي بتاعي كهرباء وفتحه سقف بانوراما كبير، ومن ورا ليد بار، كاميرات 360، شنطه كهرباء. فالعربيه كامله مش ناقصه حاجه يعتبر. لو هقول حاجات بسيطه كده عندي بعض التعليقات عليها، هيبقى العربيه مثلا ما فيهاش بادل شيفترز. العربيه عشان تجيبها من الار دي او العكس محتاجه دوستين. هي حاجه تبان تافهه بس هي مستفزه شويه في الاستخدام. شوفوا والله انا بحلف كنت داخل اصور الشوت ده على اساس اني هقول ان مساحتها مش قد كده، بس بجد طلعت كويسه وانا مش هظلمها الصراحه. لكن اول حاجه بدلها ان هي ما فيهاش مخارج تايب سي يو اس بي بس. يلا بقى، فمن غير ما اطول عليك قول طول يا ابو الصفاصيف. اخر حاجه حابب اقولها ان العربيه دي تجميع محلي، فاكيد صيانتها وقطع غيارها هتبقى احسن من منافستها. تيجي تبع توكيل اوتوموبيلز، والفتره دي في كاش باك محترم جدا. اول فئه ب 925، ثاني فئه مليون 25، وثالث فئه مليون 100 لفتره محدوده. وانا كده لخصت لك العربيه. لو عايز تعرف تفاصيل اكتر بقى هتلاقي انستجرام الهايلايتس فيه كل التفاصيل باستفاضه.